شوفي، هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا حاجة مهمة جدا هتريحك. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كل بني آدم خطاء، مش مخطئ، لا، ده خطاء. خطاء يعني طول الوقت بيغلط، نفس الغلطة ممكن تتكرر، ممكن يعمل حاجات هي ويتوب عنها ويرجع تاني ليها. خطاء يعني كثير الخطأ وبيرجع لنفس الخطأ هو أو غيره، سواء عن عمد أو عن جهل أو عن أي شيء. المهم إن كل بني آدم، مفيش واحد من بني آدم إلا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طبعا المعصوم، أحسن ناس اللي هم طول الوقت بيرجعوا لرب العالمين. التوبة دي زي بالظبط ريستارت بتعمليه. عارفة الجهاز بتاعك اللي هو لما يهنج، التليفون بتاعك يهنج فنقول لك اعملي له إعادة فتح تاني، بتعملي ريستارت على طول، بتلاقيه يرجع فريش كده ويرجع معاكي مظبوط، ما يهنجش منك تاني. التوبة دي رجوع، التوبة رجوع تاني بعد الذنب. فكل بني آدم خطائين، عندهم صفة مبالغة من الخطأ، مش بس بيخطئ مرة، لا، ده بيخطئ ويرجع ويخطئ ويرجع. فده العادي وده الطبيعي. ولكن أفضل الناس اللي هم التوابون، اللي بيرجعوا لرب العالمين سبحانه وتعالى، اللي كل ما يغلط يرجع. توبة بالنسبة لي هي الريستارت اللي أنا بعمله لقلبي علشان أرجع بعد الذنب. المشكلة بقى إن الشيطان بيلعب لعب رهيب على النقطة دي، وهي إن أنا ما بقاش في مني رجا، إن أنا طول الوقت بغلط نفس الغلطة وبتوب وبرجع تاني. لو غلطنا مليون غلطة نرجع مليون وواحد. وربنا بيفرح بتوبة العبد وبيفرح برجوعه، لأن الوقوع في الخطأ ده طبيعي جدا، الوقوع في الذنب طبيعي. لكن اللي مش دايما بيحصل هو الرجاعين، الناس اللي بترجع بعد الخطأ. خير الخطائين التوابون. مهم اني ما استسلمش للشيطان اللي طول الوقت بيقول لي اخطائك كتير والموضوع زاد عن حده. زاد، نرجع، كل ما نغلط نرجع، وربنا بيفرح برجوع العبد مرة تانية. فصفة الخطأ ملازمة للبني آدم، لكن أحسن أنواع البشر اللي بيرجع بعد الذنب وبيعترف بغلطه ويبدأ يرجع المية لمجاريها في المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. انت ما تعرفيش انا عملت ايه، انا عملت ذنب كبير، انا طول الوقت برجع، انا ما فيش مني رجا. ده كل ده كلام شيطان، كل ده كلام شيطان بيبقى مسيطر على العقل ومحسسنا ان احنا الذنب اللي عملناه كبير. ايوه ممكن يكون كبير بس في منه رجعه. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اي حاجه سوى الشرك بالله الله عز وجل يغفرها اذا راى من العبد الاخلاص، مهما كان عظم الذنب ده ومهما كان حجمه وكبره بالنسبه لك، لكن الله يغفره سبحانه وتعالى. زي ما بنعمل ريستارت للجهاز وبيرجع تاني كويس معانا وينتعش، اعملي طول الوقت ريستارت للقلب، على طول إعادة تشغيل. بعد ما الذنب بيوقعنا الوقعة التمام، اعملي إعادة تشغيل من جديد لقلبك، وربنا سبحانه وتعالى يقبل منا جميعا.